بص على الفيديو ده ويقول لي سيد عبد الحفيظ ادى لجمال عبد الحميد في دماغه، يقول له على قله الاصل ومش قله الاصل، وشوف الدفاع عن امام عاشور وزيزو. بص على الفيديو وبعدين نرجع نتكلم. يعني انت راجل اسري وانا راجل اسري، كابتن جمال راجل اسري. اوكي؟ انا مش شايف ان زيزو غلط في الزمالك في اي حاجه، ولا امام عاشور غلط في الزمالك. اوكي؟ بل بالعكس، الناس ده لعب 6 سنين في نادي الزمالك، ما طلعش قال اي حاجه على جمهور نادي الزمالك خالص. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط ولا لا؟ مظبوط. جاله خيار ان هو يروح نادي تاني. لو قعد ما قعدش خلاص. ما كانش فيه بلالين ولا كان فيه اي حاجه في ايه؟ بالنسبه لامام عاشور؟ اتكلم على الجمهور. لو انت عملت حركه، انت بتقول يعني لا يعني كان في برضه استفزاء. حتى كانت النيه ايه؟ يعني انا اعرف امام عاشور يعني طلع يعتذر. يعني حتى دي نفسها امام طلع يعتذر فيها، لكن مش سبب جماعه. انا مش مع، يعني انا ما بعديش جمهور، خلي بالك. ولا حتى لو الجمهور لو شتمني انا شخصيا خلاص مش هروح له. هو ده اللي احنا عايزين نقوله. انا بقول لك ان انا اللاعب معرض من قديم يعني الازل، واللعيبه بتتشتم. كابتن جمال مش انت اتشتمت قبل كده؟ كتير. طيب زعلت؟ كنت بجيب اجوال. ايه؟ كنت بجيب اجوال. يعني ايه كنت بجيب اجوال؟ يعني كان بيديني حافز اكتر. كنت بجيب بس في لقطه ليك وانت بتتنطط في الملعب وبتخبط. عشان جمهور الزمالك اتطرد من الملعب، فانا كنت رايح ارجعهم، وصعب عليا قوي ان بيتطرد من الملعب. لان كان اللي حصل ان جمهور الاهلي حدف طوب على مساعد الحكم. الحكم الاجنبي دوت قال عادي، ما فيش مشكله خالص، وقف الملعب شويه. اما جه جمهور الزمالك زعل عشان حاجه معينه كان في الملعب مش فاكرها، الحكم ما رضيش يلعب الماتش الا لما الجمهور ده يطلع بره. طب عمل ازاي؟ الناس كلها بدات تزق نادي الزمالك انه يخرج من البتاع ده، فانا رحت ارجعهم. فطبعا صعب عليا جدا جمهور الزمالك ده يخرج ومن الملعب علشان بس عمل حاجه اي حاجه يعني. بس هو ده اللقطه دي بالنسبه لي فخر ليا، مش وحشه. طيب انا راح ارجع جمهور الزمالك. كابتن سيد موافق؟ شفت الفيديو؟ شفت جمال عبد الحميد ما عرفش يبدا قدام سيد عبد الحفيظ ازاي؟ شفت الدفاع عن زيزو وامام عاشور؟ شفت الدفاع عن بن شرقي؟ شفت جمال عبد الحميد عرفش ينطق ازاي؟ هو ده جمال عبد الحميد بيكذب. انا مش بنتقده، بس قول الحقيقه ان الاهلي اداك فلوسك قبل ما تمشي، مش كل مره تطلع تقول كلام في اي حاجه. سلام.